السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في درس جديد في ماتلاب بالمصري. النهاردة هنتكلم عن تطبيقات الماتلاب. احنا المرات اللي فاتت في خلال 5 دروس شرحت الأوامر، شرحت ازاي نستغل كل حاجة، الأوامر البسيطة. دلوقتي ازاي نستغل الأوامر البسيطة في عمل حاجات أكبر منها. هنتكلم عن الدرس ده صغير، يعني 3 حاجات: أعداد تخيلية، ازاي نرسم دايرة، وازاي من مجموعة نقاط نعمل ايكويشن. أول حاجة الأعداد التخيلية. الأعداد التخيلية ديت احنا كلنا في الهندسة ككهرباء واتصالات بنستخدمها. بنعبر بيه عن ايه؟ عن المكثفات، وبنعبر بيه عن الملفات الكويل. حاجة كده تختلف عن المقاومات، أي نعم إن هي نفس بتعمل معوقة للتيار الكهربي، لكن تختلف تمام البعد عنها، اللي هي بعد آخر مركب مع البعد الأول. يعني قيمة تخيلية مركبة مع قيمة حقيقية. مش معناه إن هو كده إن العدد التخيلي ملهوش لازمة، لأ ليه لازمة، سواء في التفاضل، سواء في التكامل، سواء في الفيزياء. ديت حاجات يفهمها بتوع الرياضة أكتر مني. عموما في كلا الأحوال، أول حاجة إزاي نكتب عدد تخيلي. نلاحظ هنا اي وشي. عندنا في الكهرباء الاي تعني ان تعني التيار الكهربي، فما ينفعش ان احنا نستخدم اي بيساوي حاجه في اي، ما تنفعنيش. فعشان كده استخدمنا رمز الشي. نيجي هنا في الماتلاب، وليكن مثلا ست بيساوي 5 بلس 3 اي. شايفين لو كتبت الاي هنا مفيش مشاكل، لكن لو كتبت الاي هنا، الاي الاول، ما ينفعنيش. فلازم نأكد اي في 3. نفس الحوار للشيء، مفيش اي مشاكل. احنا كتبناها فوق شيء، لكن تحت نزلت عادي اي من غير اي مشاكل. في حاجة عايز اركز عليها: اما تيجي تعمل لي دالة فور وانت هتتعامل مع اعداد تخيلية، يا ريت ما تكتبليش اي سمول، اكتبها لي كابيتال، ولا تكتب لي شيء سمول، اكتبها لي كابيتال. ليه؟ لان انت كده هتعمل مشكلة في الماتلاب، انت كده بتلغي حق استخدام الاي والشيء. باختصار شديد، اما تيجي تكتب كود رجاء مهما اياك تعمل متغير باسم امر، باسم فانكشن، هتحصل مشكله كبيره في الماتلاب اذا كان ان انت عملت متغير باسم فانكشن، انت ضيعت حقك في ان انت تستخدم الفانكشن باقي الكود. هتقولوا ان دي الطريقه الوحيده، اقول لكم لا، في طريقه تانية. مثلا 6 في اكسبوننشال جي. ركزوا بقى معايا، انا مش هينفع في الطريقه ديت مكتوب في السيتا ديت راديان. للاسف الماتلاب بيتعامل مع الراديان. في المره اللي فاتت احنا شرحنا الساين دي والكوساين دي وكانت الحياه حلوه، لكن هنا يتعامل مع الراديان. عشان كده لو انت عايز تدخل بالديجري لازم تضرب في 180 وتقسم على باي. يجي هنا وليكن 6 في 180 في 60 على باي، كانت 2 باي. تمام. عايزين نتأكد من الرقم دوت صح، نعمل 4 حاجات. عايزين نتأكد ان الارقام دي صح. اول حاجة يبقى الاوامر بتاعت اوامر الاعداد التخيلية. امر ريل. نسيت اقول لكم العدد دوت احنا كنا بنكتبه 6 في كوساين دي 60 بلس ساين دي 60 شيء. شايفين؟ اسف، دي كانت 2 باي كده صح. شايفين؟ حوار تقيل. اللي فوق دي اسمها صورة اويلر، اللي تحت فك صورة اويلر. رجاء
احنا بنفك صورة ايلر في الحسابات الطبيعية لان احنا بنتعامل مع اتيات ابسط لنا، لكن هنا في الماتلاب اسرع لنا دي. بسمحين، اول حاجة الاوامر بتاعت النات لاب. اول امر ريل، اللي بيتكتب ما بين القوسين هو العدد التخيلي، يجيب لك هنا القيمة الحقيقية. امر ريل يجيب القيمة الحقيقية. ايماش القيمة التخيلية اللي هي دي، طبعا من غير اي. ابسوليوت يجيب لك القيمة المطلقة. قيمة الابسوليوت دي ايه؟ ايوه، الكسر التربيع ال A تربيع زائد B تربيع، او العدد الحقيقي تربيع زائد العدد التخيلي تربيع. إيماء أنكل رجاء بقدر الإمكان ما تعملوليش متخيل باسم أنكل، ده هيعمل لي مشكلة، ده هيعمل مشكلة في الماتلاب. التاني سوية، شايفين السوية ديت؟ السوية قلنا إيه؟ ريتيان، نضربها في 2، نضرب الأنس في 2 في باي على 180. آسف، أنجل إكس أنسر في 180 على 2 على باي، المفروض إن دي 60. استغفر الله العظيم. أنجل إكس في 180 على باي. تمام. ديت كده الأعداد التخيلية. هنيجي نرسم دايرة. رسم الدوائر أنا ما شرحتهاش في أمر بلوت، لكن هشرحها دلوقتي. أول حاجة هنعمل من الصفر، هنعمل في متكة من الصفر ل2 باي بأي سيادة، بس زي ما قلنا كل ما كانت السيادة عدد كسر كل ما كانت الزاوية أدق وأحسن، كل ما كانت الرسم أدق وأحسن. إيه هي؟ إزاي بنحدد الرسمة؟ يحدد الرسمة بالإكس والواي. طب الإكس إيه هي؟ كانت الإكس دائما وأبدا هنعمل مثلا دايرة بنص قطرها 4 في الإكس هي تساوي بتنام على كي بالتمام، يبقى الكوساين. الواي العكس، الساين. روت اكس وواي. ادي الدايره. ملاحظين ان هي شكل الالبس مع انها دايره. نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها اكسس سكوير. كان المفروض اعمل بعد كده نعمل البلوت اكس وواي. غلطان. لما نكتب اكسس سكوير هنا في الكود هتشتغل عادي، لكن عشان انا شغال كوماند ويندو فعشان كده هي ملطخه. كوماند ويندو زي ما قلنا كل حاجه بيعملها لوحده. ادي الدايره كده. طب انا عايز ارسم اليبس مثلا قطر نص القطر الافقي 2 ونص القطر الافقي 3، يبقى نخلي الاكس بيساوي 2 في كوساين تي. القطر الافقي، القطر الرأسي قلناه 3. نفس المشكلة بس عملها تاني المرة دي. يعني علشان الفرق مش واضح، بس زي ما انتم شايفين 2 سالب 2 3 وسالب 3. نيجي نتكلم عن ايه دلوقتي يا شباب؟ تتفتح فايبر. امر البولي فيت.
عندنا شوية نقاط، وليكن عدد النقاط لازم يكون أقل من 10، لأن الإيكويشن ما بتتحلش إلا لما تكون أقل من 10. عايزين مثلا، تعالوا نعمل إيه، يكون مثلا إكس من 0 إكس لين سبيس. طب نجيب مثال كاس أحسن، نجيب مثال كاس. بس نختار إيه؟ أيوه نختار ده مثلا إكس really ادي اكس. هنعمل ايه؟ هنخلي مثلا نجيب الواي ساين اوف اكس، بلوت اكس و واي. ادي رسمه منحنى. انا مثلا عايز اجيب ايكويشن تمثل المعادله ديت بس ما تكونش الساين. نعمل ايه بقى؟ نعمل متخيل بي بيساوي بودي فيت اكس واي. فلنكتب مثلا اول مره نعملها بواحد، عمل لي ايكويشن اعلى اس فيها واحد. ادي اس ادي المعامل اللي بيضرب في اكس اس واحد، ادي المعامل اللي بيضرب في اكس اس صفر. عايزين نجيب الايكويشن اف بيساوي بولي فال بولي فيت، بعديها بولي فات. اول حاجه نكتب المعاملات اللي هي البي، تاني حاجه نكتب الاكس اللي هي القيم ديت. لوت زي ما انتوا فاكرين اكس وواي بتمثل لي رسم، لو انا هرسم عليها يبقى نكتب اكس وبي، اسف اكس واف. الخط الاخضر دوت الخط الجديد اللي بعد المعادله، لكن الخط الازرق ده الخط الاصلي. شايفين بعيد قوي. طب ما نسوت الان ديت ونخليها مثلا بدل واحد نخليها 4. عمل لي 5 قيم من اول اكس اس 4 لحد اكس نوت. اف بيساوي بولي فال بي و اكس، بلوت اكس و واي اكس و اف. القيم بدأت تنطبق على بعض زي ما انتوا شايفين. طب عايزين نحسب الفرق، نحسب مدى الاختلاف. هنستخدم امر تيبل علشان نعرف الفرق. تيبل اكس واي اف، ونعمل كده احتياطيا واي ناقص اف اللي هو الواي هي القيمة الأصلية زي ما قلنا، اف هي القيمة اللي بعد المعادلة ما عملنا. الواي ناقص اف هي الفرق. الواي قلنا ان هي ايه؟ الساين. بجد انتوا تعرفوا. ادي الاكس طلعت اكتر من 10، وانا اسف طلع ان اكتر من 10 نقاط، بس الاس ما يزيدش عن 10. ادي الواي وادي الاف الفانكشن زي ما انتوا شايفين. يعني الاختلافات قليله قوي، تقريبا الدرجه الثالثه، يعني 3 نقاط عشريه. اسف الاختلافات في 4 من 10، 4 علامات عشريه زي ما انتوا شايفين. هنا في القيم 4 علامات عشريه وبتقل. يعني كل ما ساوت الأس كل ما كل ما كانت كل حاجة تمام. طب لو احنا عملنا بلوت بولي فيت اكس وواي، وعملنا مثلا الدرجة من أس 11، ايه ده تكابها. زي ما انتم ملاحظين حاجة، أول 4 كولومز أصفار. فالأصل كل ما بتساوت كل ما بتساوت قيمة الN كل ما بتعلى معاك المعادلة، وكل ما بتتحسن معاك الرسمة، وكل ما بتكون الرسمة متقاربة أكتر. لكن مش بالضرورة. ده شفت لما سويتنا عمل ايه؟ أصفار كتير قوي.
يعني تعالوا نشوف حاجة. اف بيساوي بولي فال بي واكس دوت اكس واي اكس اف. الرسم منطبق اكتر كل ما انت زودت في قيمة الان، كل ما تقلل زي ما احنا شفنا لقينا خط مستقيم ملهوش اي علاقة بالرسم. اتمنى ان الشرح يكون عجبكم، ان انتوا فهمتوا الحوار، ان ايه الماتلاب كل ما في الامر اسرع. في طرق قديمه اللي هي طرق ان انت تكتب الايكويشن وتكتب بقى معادله، تكتب كود علشان يعمل لك يحسب لك المعادله ويصممها لك، وديت مناسبه لبتوع العلوم الرياضيه، دول مطلوبه منهم ان هم يكتبوها. لكن احنا هنا مش مطلوبه مننا، انا عندي مطلوب مني ان انا اعمل حاجه تخلص لي شغلي. فدوت مش شغلي ان انا اعمل معادله تعمل لي ايكويشن، مش شغلي ان انا اهتم بالايه. مهمه الماتلاب ان احنا نبسط على نفسنا، ما نحاولش نعقد على نفسنا. بالتوفيق.